عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد أو حكاية جديدة من حكايات ريم ديزاد. اللي معانا راح تدخلوا القلب الأسرة الجزائرية الواقعية، راح نعيشوا مع بعض أحداث العائلة الجزائرية الواقعية بهمومها ومشاكلها وأفراحها. وأي وحدة فيكم أو واحد فيكم عنده ألم ما عليه غير يتواصل معنا. حكاية اليوم صدقا لفتت انتباهي بزاف، لأنه فعلا يقولك مريض العائلة لا يشفى. أصعب ألم يمكن يحس به الإنسان هو الألم اللي يجيك من عند أقرب الناس ليك اللي هم العائلة. من المفترض أن العائلة تكون الأمان، تكون الدفء، تكون الحنان، لكن صفية عاشت غير الشي هذا من العائلة تاعها. واسمي صفية، نسكن في ولاية بسكرة، بالضبط بلدية طولقة، في عمري 60 سنة. يمكن راح تستغربوا كي تسمعوني نقول لكم 60 سنة، تقولوا هذه 60 سنة واش جات تحكي في حكايتها. لكني أنا لو كان ما نحكيش يا نهبل يا تديني الموت، لأنه الشي اللي فوت مع عائلتي ماشي سهل. خرجت من عائلة محافظة، عائلتي كانت بزاف أسرة غنية لبس بينا، يعني كنت أنا الكبيرة في خياتي وعندي خوتي كبار عليا، لكن بحكم أنا الطفلة الكبيرة كانت طايحة على كتافي مسؤوليات كبيرة، كل حاجة في الدار أنا قايمة بها. لكن ما نخبيش عليكم، الإحساس تاع أنه أنا المسؤولة عطاني نوعا ما إحساس بالأمومة على خوتي وخياتي. بابا ربي يرحمه مات وإحنا صغار، يعني ما نشفالوش، لكن خلالنا ثروة كبيرة. لما شفت روحي أنا الكبيرة في خياتي كنت قايمة بهم اللي كنت صغيرة، نلبس ونمشط ونوكل ونشرب، نحن على الكبير ونعطي للصغير، ويما كانت يعني حكمة بلا صغير تتفرج. أنا اللي كنت قايمة بدور الأم ودور المربية ودار اللي نقري ونوكل ونشرب ونضيف وكل حاجة على كتافي. ومكترت اللي كنت فرحانة بزاف، كان عندي هدف انه خاوتي وخياتي كاع يخرجوا ناجحين وخدامين ولاباس بيهم، لكن كنت غافلة على حياتي. كنت نسعى والو مش شهادات غير ديبلوم في الخياطة، لكن ماشي سامعة به، ما نخدم عليه، ما حوستش يعني نطور من نفسي. هدفي في الحياة انه نشوف خاوتي وخياتي مربيين وكبار وشاطرين وقافزين وناجحين في حياتهم. وكما كان الحال كبروا خياتي وكبروا خاوتي، وكنت فرحانة بهم بزاف. كل ما يتخرج واحد نقوم له على حفلة يبقاو الناس كامل يهضروا عليها. الحمد لله، واحد من خاوتي خرج طبيب، واحد خرج مهندس، خياتي في 3 كل واحدة بالمجال ديالها. اتخرجوا وخدموا في المجال تاعهم، وكنت أنا الإنسانة اللي وقفت لهم على حياتهم الشخصية. صفية عطيني، صفية حطيلي، صفية ديني، صفية جيبيلي، يما وكأنه لا حياة لمن تنادي، وكأنه ما يعيش في الدار. حسيتهم ولادي ماشي خاوتي وخياتي. أول واحد من خاوتي تزوج كان منير، هو أقرب واحد ليا، كنت نحبه بزاف لأنه كان حنين عليا، ويعني يتفكرني في عيد ميلادي وفي عيد المرأة وفي عيد الأم، ما قري مانيش أم لكن كان يتفكرني، كان حنين بزاف معايا. قمت له على عرسه وخطبت له الطفلة اللي كان حبها قلبه، درت له عرس مقلب، الناس قاع قاعدة تهدر عليه، والحمد لله يعني دار داره وتزوج وفرحنا به. وكما كان الحال بالنسبة لخاوتي الأخرين، تعبت عليهم بزاف، زوجتهم بالواحد، وقمت تاني بعرس خياتي زوجتهم بالوحدة. كل واحد فيهم راح شاف حياته ودا مرته، واللي ونسى داو رجالهم وداروا حياتهم، وقعدت غير أنا ويما وخويا الصغير، كان مازال صغير يعني على الزواج عنده 24 سنة. خياتي ما كفاهمش الحال أنه أنا اللي ربيتهم، حتى كي زيدوا وجابوا دراري ولا وليت حب تروح تخدم تقول لي شدي لي ولادي. انا ما نكذبش عليكم، بديت نديباسي 45 46 سنه
بديت نتعب، وليت ما نقدرش على المسؤولية. خلاص، قيسي ما وقيس خويا. كانوا كل مرة يزعفوا ويشنفوا كي نقول لهم لا، يقولوا لي رانا نخدموا وعندنا مسؤوليات وانت راكي غير قاعدة، واش راح يجينيك؟ شديهم برك. من الله غالب عليا، التعب والعمر والكبر دا مني حقه، لازم عليا نريح ولازم نشوف حياتي. هكذاك وما حبيتش نزعفهم وشديت لهم ولادهم، قلت معليش ما فيها والو، خياتي واحتاجوني في وقت الشدة، راهم ناجحين في حياتهم، انا تاني لازم عليا نعاونهم. قعدت شات لهم ولادهم، ويعني الشي اللي يطلبوه مني نديره لهم. كل مرة واحدة فيهم تحب تفرح بوليدها ولا تختنوا ولا دير عيد ميلاد تجي للدار، ويا صافية نقي، ويا صافية رفدي، ويا صافية ديري العشاء، وإلا كان العيد يا صافية حطي لهم وضيفي لهم وضيفي ولادهم، والدار تولي تغلي. بسم الله ما شاء الله. مع الوقت بديت نتعب، خلاص وليت نتمنى نريح غير انا ويما، نقوم بيما باسكو واجب عليا، نقوم بروحي وبخويا. في نهار من النهارات خويا الصغير حب يتزوج، رحنا انا وزوج من خياتي باسكو يما كبيره وعاجزه ما تقدرش تتحرك، رحنا شفنا له طفله اللي يحبها. انا الحق كي دخلنا لعندهم اول مره ما عجبونيش، لانه كانوا ناس ماشي مضيافين، وملي قعدنا في الخطبه في الشوفه اول مره وهما يتخمزوا علينا، رغم انه رحنا حاملين ومحملين. يعني الطفله هذه كرمناها اخر اكرام، ما نعرفوهاش، لكن مادام حبها خويا واجب علينا ندخلوا لدار الناس بالشان والطبع. رغم كل الظروف ورغم انه قلبي كان مزيرني من هذا الناس، لكن روحنا خطبناها له ودرنا الواجب وجبناها له عروسة. بحكم انه هو كان اخر العنقود وما زال ما تسرحتش خدمته مليح، مسكنش وحده، قاعد ساكن مع يما، ساكن معنا يعني في دار واحدة. كي تزوج خويا وسكن معانا، بحكم انه رانا في كوزينه وحده نطيبو كيف كيف ناكلو كيف كيف، خويا ما كانش كيفاش يقسم غير عليا وعلى يما. مرتو ولا ماشي عاجبها الحال، مرات ترقد تنوض على 12، مرات تقعد وتقول له نجاو خاوتك لازم عليا ندير الخمار، مرات تقول له انا يماك واختك بزاف عليا ما نقدرش نرفدهم. رغم انه ما كانت تمس والو في الدار، ملي تنوض وهي حكمه داك التليفون وتهدر مع يمها وخياتها، لكن انا عمري ولا في حياتي جاني يعني في راسي باش نروح نخبر راجلها ولا نقول له. كنت نغسل ونطيب ونوجد ونسيق، حتى شمرتها انا اللي نسيقها لها. نقول معليش هي مازالت صغيره وخويا مازال صغير، نسعفهم حتى ربي سبحانه يكتب لهم ويخرجوا بدارهم. لكن المفاجأة انه العروسة هذه كان عندها رأي اخر، الرأي اللي ما راح يجي لا في بالي لا في بالكم. عمري في حياتي ولا استنيت انه الشي هذا راح يصير معايا انا. طفلة في عمرها 21 سنة قلبت لي حياتي رأسا على عقب. جوزنا حياتنا باللي كان، وكنا انا ويما دايما حاملين وساكتين وما نحبوش نقولوا لخاوتي، لانه خاوتي باينه بلي راح يكون عندهم موقف ويتأيدوا منه موقف وما يعجبهمش الحال. كنا صابرين عليها، وكل ما يجوا خاوتي بلا خياتي نقول لهم لا الحمد لله طفله عاقله ومربيه وما تفوتنا على بصباح الخير لا بمس الخير، وكل حاجه في الدار هي اللي هي قايمه بها. الواحد احيانا لازم يتحمل باش يقدر الانسان اللي قريب عليه يتهنى، ولو كان غير تهنينا. مرة من المرات جاءت الطفلة هذه لعند خويا، قالت له راه كاين عمي عنده 70 سنة في عمره، توفات المرأة ديالو وهو ما عندوش دراري، كان عايش غير راسو وراسها وراه يحوس يتزوج، وعمي انسان لاباس به، عنده اجونس تاع فواياج وعنده الفيلا وطوموبيل وبخدمته بلا باس به. قالت له واش رايك لو كان نديرو له طريق مع صفية عاقله وراهي قريب تقفل 50، يعني هي وياه يتوالموا، هو يرفدها في كبرها وهي ترفدو في كبرته. خويا بلا ما يسقسيني راح لايم خاوتي وحكى لهم الحكايه وقال لهم. خاوتي الحكايه هذه دخلت في راسهم،
واقتنعوا انه لازم يزوجوني. داروا طابل رون وعيطوا لخياتي ويما وقعدوا يقصروا في الحكايه. عيطت لي يما قالت لي شوفي شوفي شوفي، كاين انسان حاب يتقدم لك وراهو هاو ما كان هاو ما كان هاو ما كان. انا كنت من ناحيه فكره الزواج نهائيا من راسي، لانه الحمد لله تهنيت، عشت الامومه مع خاوتي، لاباس بها في دارنا طويله عريضه، عايشه مع يما رافده يما. واصلا من ناحيه الحكايه تاع يما كنت مستحيل نخلي يما ونتزوج. قلت لهم لا لا، الراجل صح لاباس به وصح العروسه تاعنا تعرفوا، لكن انا ما عينيش الزواج. في اللحظه اللي قلت الكلمه هذه الوجوه كامل تقلبوا، ما عجبهمش الحال، وخاصه يما، باسكو يما كانوا يلعبوا لها بعقلها وقنعوها انه صافيه لازم تتزوج، غدوه من غدوه تموتي ما تخليهاش لليدين. يما زعفت وقالت لي الوقتاش تقعدي مقابلتني. انا هاد الكلمه جرحتني بزاف وقاستني وقعدت نبكي. قالت لي ما تبكي ما والو، انا راني نهضر لك في مصلحتك يا بنتي، غدوه من غدوه لو كان نموت ما كان حتى طابله راح ترفدك. قلت لها يا يما انا ماني نحوس على حتى واحد يرفدني، دار بابا ترفدني، ماني راح لعند حتى واحد وما راح نقول حتى الواحد رفدني. يما زعفت وقعدت ايام ما تهدرش معايا. قالت لي انتي اصلا ما حاولتيش تخلي الراجل يجي للدار، رفضتي تمتم بلا سبب بلا سبب، ما راكيش حابه الحلال. يما دات مني موقف وخاوتي داو مني موقف، ضغطوا عليا، وليت انا قبلت باش نشوف السيد. وانا كنت حاسه في قلبي وكان عندي شعور كبير انهم قاع محبين يتخلصوا مني، لانه صفيه ربات وكبرت وقرات وفهمت وعلمت ولعبت دور الام، بصح دوكا صاي كبرت ما عندها حتى منفعه، علاش غير هي اللي تقعد في الدار الكبيره مع يمانا. قبلت باش نشوف الراجل، وجا الراجل للدار وشفته وتفاهمنا، والحق تاع ربي دار لي كاع الشروط اللي نقدر يعني نتهنى فيهم. دار وحدي، عنده اجونس دو فواياج، الطوموبيل، التحواس، ما يخصني والو. قبلت ودارنا فرحوا مع خاوتي، فرحوا لي ووقفوا لي، يعني داروا لي عليهم وفوق اللي عليهم. كان عندي برك يعني شي في قلبي مزيرني ما على باليش علاه. احيانا يقول لك قلب المؤمن دليله، وهذا الشيء انا اللي لحقت ليه في التالي. الراجل هذا كان كل ما يجي وحده، في الشوفة جا وحده، في الخطبة جا وحده، نهار الفاتحة جا وحده. انا استغربت، قلبي وجعني، سقسيت عروستنا قلت لها هذا الشيخ ما عنده حتى واحد في حياته، ما عنده خو، ما عنده خط، ما عنده عمه، ما عنده خاله، ما عنده حتى واحد اللي يقدر يوقف له في مناسبه كيما هذه. قالت لي لا لا هو ماهوش حاب يسمع، قالت لي شغل حب يديرها وحده، قالت لي باسكو الناس قاع طامعين فيه، حب يتزوج في الستر. قالت لي ديجا انا راني وحده من فاميلته. درنا الخطبه وكما كان الحال فتحنا، والحق نهار العقد. كي الحق نهار العقد عقدنا وبدينا الحياة الزوجية. وأصعب شي مريت به هو نهار اللي خرجت من دار بابا، رغم أنه كنت 52 سنة في عمري في النهار اللي خرجت فيه من دار بابا، لكن حسيت بألم كبير، يعني ونظن اللي راهم يسمعوا فيا عاشوا نفس الموقف يفهموني وش راني نقول. من ناحية الخروج تاعي من دار بابا وجعني بزاف، ومن ناحية واحدة أخرى كنت حاسة أنه راح نخلي يعني جزء من قلبي في الدار اللي هي يما. كنت عارفة أنه راح نخليها ليدين ماشي آمينة، ما كانش اللي راح يرفدها كما رفدتها أنا، وما كانش اللي راح يحن عليها كما نحن عليها أنا. ويا ريت ما خرجت من دار بابا، ويا ريت ما قبلت بالزواج هذه، لأنه الخطوة اللي خطيتها برات دار بابا كانت آخر خطوة وآخر نهار ليا في هذيك الدار. من بعدها حياتي تدمرت وما عرفت وين نروح. الترميت رميت الكلاب، ما وليت نعرف خو، ما وليت نعرف خت، ما عندي امات، ما عندي بابات، ما عندي حتى واحد يقدر يقلب عليا. راح نكمل معكم الحكاية في الجزء الثاني، وأحداث بزاف مثيرة من الحكاية تاعي. نتمنى تكملوا معنا الجزء الثاني.